بطبيعة الحال فصل الشتاء بيبقى ليه مجموعة من الأعطال أو العيوب المعروفة جدا والمشهورة بين الناس. أحد أهم الأعطال دي واللي أنا جاي أفكرك بيها النهاردة إنه ممكن حضرتك بعد ما تخرج من أحد برك مياه الأمطار الموجودة في الشوارع تلاقي إنه عربيتك بطلت بدون أي مقدمات، بل إنك كمان ممكن تيجي تدور العربية تلاقيها مش بتدور معاك. العيب ده 99% لو دخلت بأي سكان تول أو أي جهاز أعطال يعني هتلاقي إنه في ديسكريبشن لفولت كود كرانك شيفت بوزيشن سنسور سيجنال لو انبوت. ده معناه إنه حضرتك عندك مشكلة في حساس الكرنك. كل مشكله حساس الكرنك انه حضرتك لما دخلت في بركه الامطار دي او بركه المياه دي، وده دايما اللي بنقوله للناس يا جماعه ما تدخلوش في برك الامطار باندفاع او بسرعه، واحده واحده كده وبالراحه وبالعقل واستهدوا بالله. اللي حصل ان حضرتك لما بتخش في بركه ميه بسرعه الميه بتاعه الامطار او الميه الموجوده في الشارع بتخش لك في الفيشه بتاعت حساس الكرنك، وطبعا المحرك بيعتمد في تشغيله بالكامل على الاشاره اللي بتجيله من حساس الكرنك. فلو الميه دخلت الفيشه عملت عزل للاشاره ما بين الحساس وما بين الكنترول، الموتور بيبطل فورا ما بيستناش، وتيجي تدور العربيه تلاقي العربيه انه مش بتدور معاك، ومش هتدور معاك الا لو طلعت الفيشه وضربتها بالهواء ونفضتها من الميه بتاعتها وركبتها تاني تطلع العربيه زي الفل معاك. وانا واثق ان ناس كتير جدا تعرضت لهذا العيب سواء الشتاء ده او الشتاء اللي فات او اللي قبله او اللي قبله ايا كان، لانه ده احد العيوب المعروفه جدا 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 والمنتشره في فصل الشتاء او بعد غسيل العربيه من تحت.